الكاميرا. عينيا. هطلع في التلفزيون ان شاء الله. امتى؟ اديني موبايلك وانا اقول لك. ما عنديش. طب تليفون عادي. مع اصل انا بجيب كارت ب5 جنيه واروح حاطه في الكابين واروح مدي. حضرتك شغال ايه بالظبط؟ انا عاطل. طب لما نحب نلاقيك نوصل لك ازاي؟ في الجنينه، انا 24 ساعه قاعد في الجنينه. اقول لك على حاجه، اديني انت تليفونك وهجيب لك كارت ب10 واقفل عليها الكابينه برضه واقعد. طب خلاص لما نخلص. جاهز؟ انا جاهز. طيب ممكن بقى توريني بالظبط هو عمل ايه؟ قوي بص، هو لما طلع هو راح طلع مفيش حاجه. الراجل راح طلع هنا وراح قايل هلم انا جاي احذركم من التتار، بس التتار بتوع الايام دي، وبقول لكم ان الجنينه الجميله دي مستهدفه. التتار عينهم عليها، والنهارده الأورمان وبكره حديقه الحيوان وجامعه القاهره كمان، والحكومه مستعده تبيع. تخصص وبعدين تبيع. التتار مسكوا بدل السيوف فلوس، وفلوس التتار بتقطع رقاب، بتقلع الشجر الاخضر من جذوره، بتهدم بيوت، بتخرب ذمم. الفلوس اللي في ايد التتار بتسن القوانين اللي على كيفها وعلى مزاجها. فاكرين المسرحيه اللي عادل امام بيقول فيها كل واحد يخلي باله من لغاليغه؟ انا بقى بقول لكم خلي بالكم من بلدكم. تمام يا باشا، تم الاستقبال وجاري التنفيذ. اطلع على الأورمان يا ابني. قال ايه عشوائيات؟ وهو مين اللي عمل العشوائيات؟ عقول عشوائيه. ولعلمكم العشوائيات ابتدت في البلد دي من بدري. هي المساكن الشعبيه اللي حوطت القاهره في عزها كانت ايه؟ كانت بدايه العشوائيات. اياميها الناس فرحوا بيها، واحنا بنفرح باي حاجه. بنفرح لما تهب علينا نسمه بارده في يوم حر. كان يجرى ايه لو كانوا عملوا شقق واسعه وشرحه عشان تساعد العيله؟ مسكينه يا بلد. كبسه اخلع يلا يا بوضع على الكل. تعالى هات تعالى واقف عارفه اخلع يلا. استنى قلت لك وانت يا حلوه بتعملي ايه هنا؟ هي ناقصه بتوع التلفزيون؟ هاتوها هي واللي معاها. الأورمان اتضربت تروح فين؟ متحف الأورمان اهرب.